ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعادة يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى النهارده بنص كيلو دي هنعمل شوية قرص كده عسل كده زيكم والله. هنعمل اللي هي القرص مني قرص اللي هي في الافران. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني رمت كمية مش قادرة اقول لكم كمية قد ايه كبيرة وجميلة، وقد ايه طعمه جميل، وقد ايه ريحته حلوة مخليه ريحة البيت جميلة في الساعة اللي احنا فيها دي. زي ما انتم شايفين بصوا بلمه وبيرجع تاني ما بيلزقش، مش معجن، لا بسم الله ما شاء الله العجينه من جوه مفرغه وجميله حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، ايه الجمال والحلاوه دي! بجد لازم تستاهل التجربه الوصفه دي. بجد جميله 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 وطعمها حلو قوي قوي. ورمت كميه مش قادره اقول لكم، بنص كيلو دي رمت الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها. وبنجيبها بسعر غالي قوي من الفرن. الكيلو ب70 جنيه، انت في البيت تعمليه باوفر بأقل التكاليف بكتير، وتعمليه بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة كده وأمورية كده زيك والله. طبعا تفطري بيه تتعشي بيه، جنبها بقى كوباية شاي بلبن، لبن سادة، وتفطروا كده بيه الصراحة جميل قوي. تعالوا بقى نقول المقادير. معايا نص كوباية لبن دافية، أنا طبعا غليته. طبعا هحط عليه مية ساقعة عادي من الحنفية عشان هو لبن مغلي. زي ما انتوا شايفين نص كوباية من المية الساقعة العادية من الحنفية، يعني نص ونص، نص لبن ونص ايه مية. ومعايا معلقتين كبار ونص من السكر، دول هحطهم على بعض. ما بيني وصلنا لحد هنا يا اماراتي حلو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ومعايا نص معلقه كبيره من الخميره الفوريه. ومعايا بقى تلت كوبايه من الزيت. طبعا الكوبايه اللي بعبر بيها هي نفس الكوبايه دي، حجم الكوبايه اللي انا بعبر بيها عشان كده عبرت فيها الزيت. تلت كوبايه من الزيت. طبعا انا عشان ضامنه ان الخميره بتاعتي شغاله وكويسه نزلت بالزيت عليها، اما انت لو مش ضامنه الخميره بتاعتك ومركونه عندك ما تحطيش الزيت وسيبيها بس دقيقتين كده 3 هتلاقيها اتفعلت معاكي وعملت رغاوي. اعرفي ان الخميره بتاعتك دي شغاله. لو ما لقيتهاش عامله رغاوي اعرفي انها بايظه وهتبوظ لك العجينه بتاعتك. حاجه بسيطه قوي ممكن تبوظ لك العجينه بتاعتك. زي ما انتم شايفين طبعا قلبت كل المكونات مع بعض كويس جدا بالمعلقه. قلبت كل المكونات مع بعض كويس بالمعلقه لحد ما المكونات كلها ايه دابت الخميره كده مع السكر. دوبتهم كويس جدا. ومعايا نص معلقه كبيره من الخل. زي ما انتم شايفين طبعا لو عايزين تضاعفوا الكميه طبعا ده يعني نص كيلو دي، لو عايزين تضاعفوا اعملوا كيلو طبعا. واقول لكم لو انتوا عايزين تضاعفوا الكميه تعملوا قد ايه هتضاعفوا المقدار. زي ما انتم شايفين طبعا حطيت نص معلقه كبيره من الخل. وبرده هقلبها كده عليها. مقاديرها سهله وبسيطه جدا، واسهل منها ما فيش، وبتشتروها غاليه قوي من بره مش عارفه ليه. زي ما انتم شايفين كده معايا 3 كوبايات، اللي هي المج العادي اللي موجود في اي بيت. 3 كوبايات ونص من الدقيق، يا اما نص كيلو دقيق. لو ما عندكيش دقيق هاتي نص كيلو. طبعا معايا نص معلقه صغيره من الملح افضيها كده عليها واقلبه على الدقيق كويس، عشان بس الدقيق ومع الملح يختلطوا كويس مع بعض قبل ما انزل بيه على المكونات اللي احنا عملناها. قلبت كويس جدا الملح مع الدقيق، طبعا دي سنة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين فضيته بقى الدقيق كده على الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. واقلبه كويس جدا واعجن. طبعا هيحتاج ميه، انا طبعا ما بنزلش بكميه الميه كلها. وهقول لكم طبعا اخر الفيديو طبعا العجينه دي خدت معايا ميه قد ايه. اهم حاجه تتابعوا الفيديو للاخر عشان ما يفوتكمش حاجه، عشان تعملوا العجينه وتطلع معاكم مظبوطه جدا. زي ما انتم شايفين كده هنعجن كويس جدا لحد ما العجينه تبقى حلوه معانا. ومعايا اهي كوبايه ميه من الحنفيه عاديه جدا. زي ما انتم شايفين هنزل بقى بسرسوب سرسوب اللي هو يعني حبه صغيرين بحبه صغيرين خالص. عشان انا زي ما قلت لكم ان العجينه خداعه يا جماعه خلوا بالكم. فايه دي عن دي طبعا بيفرق، انا طبعا بقولك على مقدار ميه بس برضو دي عن دي بيفرق. ممكن انا دي ياخد ميه اقل، ممكن ياخد ميه ازيد، انت ديك ياخد ازيد اقل، على حسب كل نوع دي. طبعا دي انا بستخدمه دي عادي جدا، دي الاهرامات اللي هو بتعملي بيه كل حاجه. دي متعدده استخدامات. طبعا زي ما انت شايفه كده بنزل ببق ميه سرسوب سرسوب صغير كده واعجن لحد ما اشوف ان العجينه بتاعتي خلاص ما بقتش محتاجه. زي ما انت شايفه كده هي عجينه سهله وبسيطه خالص وما فيهاش اي صعوبه. طبعا زي ما انتم متعودين معايا اللي انا بفصلش فيديو خالص، بعجن العجينه كلها قدامكم. عشان طبعا لو اول مره تعملوا عجين ما تقلقوش جدا، العجين ده اسهل منه مفيش، وسهل وبسيط جدا. ولو عملتيها من اول مره تنجح معاكي لان انا عامله كل الخطوات قدامك زي ما انت شايفه كده. زي ما انت شايفه نزلت برضو بسرسوب ميه تاني كده. وهعجن برضو لحد ما الاقي العجينه معايا مش يابسه. عجينه كده ايه وانا بعجن فيها بتنزل معايا بسهوله، مش عجينه يابسه. زي ما انتم شايفين كده. اهو بقى بلم وبعجن كويس جدا لحد ما اخدم العجينه، انا عايزه اخدمها خدمان كويس. هنشوف لو احنا احتاجنا ميه تانية هنحط لها.
طبعا بلم اي دي في الجوانب من الطبق لحد ما ياخد عجينه كويسه جدا. طبعا القرص دي بجد جربوها، ميني قرص في الفرن دي بجد جميله قوي وطعمها احلى من اللي بره كمان، وتحدي يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتدفي كمان البيت في الجو الساقع اللي احنا فيه ده، بصراحه بتدي تدفئه حلوه في البيت، وكمان طعمها بجد حلو قوي. كمان العجانه بتدي ريحه حلوه في البيت، بتدي خير بصراحه في قلب البيت. زي ما انت شايفه بلم كده اي حاجه في الجوانب في الطبق كده، بنضف الطبق كويس من اي ضيق فيه، وبلمه وبعجن كويس. هي كده عجينتي خلاص مش محتاجه لميه تاني. انا كده هلم واعجن لحد ما العجينه بتاعتي خلاص يعني اخدمها كويس جدا. يعني انا لازم اعجن كويس لحد ما عجينتي دي تبقى ملسه، وما فيهاش يعني اي نحكشه كده خالص. تبقى عجينه كده يعني بصوا، تبقى شكلها كده حلو زي ما بيقولوا كده. وطبعا يعني مده العجن هقول لكم لمده كده 12 دقيقه، مده العجن بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده خلاص عجنتها وبقى ليها عرق كده وربيت لها عرق. فردت كده العجينه ومعايا معلقه كبيره، معلقه الا ربع سمنه، اللي هي المعلقه الكبيره بتاعه الاكل. معلقه الا ربع سمنه يا اما زبده، اللي متوفر عندك حطيه. طبعا بس اهم حاجه تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش جامده من التلاجة، تكون في يعني موجوده علبه السمنه عندك في المطبخ او الزبده موجوده في المطبخ، عشان لما تيجي تحطيها تبقى دايبه معاكي، ما تبقاش قاسيه معاكي. معلقه الا ربع سمنه كبيره، يا اما معلقه الا ربع زبده. زي ما انت شايفه كده حطيتها على العجينه وبلم واعجن. طبعا اول ما تحطي كده وتلمي هتلاقي العجينه معاكي ايه فكت كده. لا ما تقلقيش، دقيقتين تلاته هتلاقي العجينه اتلمت معاكي وشربت السمنه. ما تقلقيش خالص، هي سهله وبسيطه خالص. وانا والله يعني بعجن كل حاجه قدامكم، مش بفصل الفيديو خالص عشان بس الامانه، عشان دي امانه طبعا. زي ما انتوا شايفين هتدعولي والله، جربوها بجد بجد هتدعولي. وطبعا تعليقاتكم الحلوه اللي دايما بتسعدني. زي ما انتوا شايفين طبعا. طبعا اشتراككم في القناة ده عشان يوصل لكم طبعا كل جديد، تدوسوا على الجرس وتدوسوا مرة كمان هيظهر لكم الكلمة اسمها الكل، أول كلمة في القائمة هتدوسوا عليها مرة كمان يبقوا انتم مشتركين عندي في القناة، هيوصل لكم أي حاجة بعملها. زي ما انتم شايفين بقى بلم وبعجن كويس لحد ما ايه السمنة تختلط، ما تبقاش ليها أي ملامح خالص في العجينة. أنا عايزاها تختفي تماما من العجينة، تشرب العجينة تشربها. وهامسك بقى العجينة كده ألمّها كده بإيدي، وأجيب بقى عندي أي بولة كده أو طبق كده غويط وأحط فيه العجينة بتاعتي، أسيبها بس لحد ما تخمر. طبعًا مكان التخمير ده يعني ممكن لو أنتِ مستعجلة على التخمير، زي ما أنتم شايفين حطيت معلقة كبيرة من الزيت كده، ودهنت بيها كده البولة اللي أنا هاحط فيها العجينة. طبعًا يعني مكان التخمير ده على حسب ما تحبي، تقدري تحطيها طبعًا في الفرن من غير ما تولعي الفرن وتطفيه، يا إما لو أنتِ مستعجلة تولعي الفرن وتطفيه 5 دقايق، العجينة هتخمر معاكِ بسرعة. هتقعد معاكِ ربع ساعة، لو أنتِ ما عملتيش الخطوة دي نُص ساعة وهتخمر معاكِ برضه. وطبعًا زي ما أنتم شايفين دهنت كده إيه من البولة كلها بالزيت عشان ما تلزقش مني العجينة، وبرضه من فوق بالزيت. طبعًا هي قعدت معايا نُص ساعة عشان أنا ما ولعتش الفرن بصراحة. أما أنتِ لو مستعجلة على العجينة ولعي الفرن يعني ولعيه واقفليه، ولعيه بس لمدة 5 دقايق واقفليه تاني، وسيبيها هتخمر معاكِ بسرعة. بس أنا بصراحة ما شغّلتش الفرن. زي ما أنتم شايفين طبعًا غطيتها بكيس الأول عشان طبعًا العجينة دي فيها زيت، عشان القماشة ما تشربش الزيت. هي بعد مرور نص ساعة طبعًا زي ما انتم شايفين كده العجينة ما شاء الله تضاعفت معايا لحجم واتنين كمان. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة كده جميلة. اوعوا طبعًا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة يا أمارات يا حلوين. زي ما انتم بقى شايفين العجينة اهي، تعالوا بقى نفضيها من بولة كده على صينية زي ما انتم شايفين، وتعالوا بقى نشتغل فيها. هي كده خمرت وبقت تمام قوي. زي ما انتم شايفين تعالوا بس نقسمها كده على اتنين عشان هي كبيرة قوي عشان نعرف نشتغل فيها. سكينة بقى عندك قطاعة، اللي انت عندك موجود عندك قطعي بيه العجينة بتاعتك. انا بس هي اهم حاجة تكون سكينة حامية بس عشان ما تقعدش تلزق منك العجينة وتبهدلك وتقولي يا ليه بتلزق مني. هي السبب عشان بتبقى السكينة باردة. لازم تكوني السكينة اللي انت بتقطعي بيها العجينة تكون حامية، يا اما تكون عندك قطاعة عجينة اللي موجود عندك. وتمسكي كده على مسكت طبعا العجينة قسمتها اتنين بالسكينة، ومسكت بقى العجين النص خدته فردته كده بالطول كده، واقطعه بقى بالسكينة. التقطيع العجينة حجمها قد ايه؟ قد الليمونة. يعني عشان طبعًا ده ميني يعني قرصة، فطبعًا هو لمّا بيخمر وبيزيد بيوصل للحجم اللي أنتِ زي ما بتجيبيه من برّه. إحنا مش عايزين نعمله كبير أوي عشان ما يكبرش معاكِ أوي يبقى قرصة كبيرة، لأ إحنا عايزينها ميني قرصة صغيرة. فطبعًا هنقطعها الحجم بتاعها قد الليمونة، لمّا بتخمر بتوصل للحجم زي بتاع اللي برّه بالضبط. زي ما أنتم شايفين كده قطعنا أهو. تعالوا بقى إيه نلِم وندخّل لجوّه، نلِم وندخّل لجوّه، لحد إيه ما نخلّي العجينة من تحت ملسة ومدوّرة كده وما فيهاش أي نحكشة خالص.
وطبعا اللي احنا لميناه ده من تحت، والايه الشكل الجميل ده من فوق. هنخلي التقفيله بتاعه العجينه دايما من تحت. دايما دايما تعملوا كده في اي معجنات، تخلوا دايما التقفيل من تحت. زي ما انتم شايفين بقى كده، هلم وادخل الم وادخل لحد ما ايه ما يعني زي ما انتم شايفين كده، سهله وبسيطه خالص، ما فيهاش اي صعوبه يعني. يعني حتى لو انت عندك عيالك عايزين مثلا خليهم يساعدوكي، هي سهله وبسيطه خالص، متاخدش يعني اي وقت. بتلمي وتدخلي كده لحد ما تخليها كرة مارسة كده وجميلة، وتخلي التقفيل من تحت دايما. طبعا زي ما انتم شايفين اهي، دي اخر واحدة من النص اللي احنا فردناه مع بعض. تعالوا برضو نفرد النص التاني برضو. ما شاء الله اللهم بارك، رمى كمية حلوة قوي. طبعا لو حابة الصغيرة عن كده تقدري طبعا، بس هي الحجم ده كويس جدا، مرضي جدا. زي ما انتم شايفين كده، هفرد برضو النص التاني، هفرده بشكل كده طولي زي ما انتم شايفين، وامسكه برضو اقطعه بالسكينة. طبعا لو حابة تقطعيه بايديكي تقدري طبعا، بس الطريقة دي اسهل بكتير، لانك بتقدري تظبطي بالسكينة الحجم اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفة كده، هنقطع بقى الحجم اللي انا قلت لكم عليه قد الليمونة. زي ما انتم شايفين كده، نقطع كل الكمية مع بعض. هي سهلة وبسيطة خالص. بس تبارك الله ما شاء الله يعني، ده والله كله بنص كيلو دي يا جماعة. يعني ليه تشتروه بالغالي طالما تعملوه بالرخيص في البيت؟ بسم الله ما شاء الله، يعني مبياخدش تعب يعني ومجهود اللي هو هلكة يعني. انتي لو قعدتي عليه انتي وعيالك هتخلصوه. زي ما انت شايفة كده، بلم وبدخل بلم. طبعا انا عيالي كانوا بيساعدوني لما كنت بفصل الفيديو، الصراحة انجزوا معايا. زي ما انتم شايفين كده اهو، بلم وبدخل وبكور كده ايه، بقوم لفه العجينه كده بايديا برضو، بحس ايه واخلي التقفيله من تحت زي ما قلت لكم. بعد ما خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، تعالوا بقى ايه نعمل الحشوه. معايا 3 معالق كبار من سميد البسبوسه، 3 معالق كبار من السكر، 2 معلقه صغيره من القرفه، ونص كده معلقه كبيره من الجوز الهند. طبعا دي تقدري تشيليها، بس هي بصراحه بتخلي الطعم حلو قوي. ومعلقتين كبار سايحين من السمنه. طبعا لو حابه عندك مثلا عسل ابيض تقدري تحطي معلقه، بس انا بصراحه ما كانش عندي. بس هي بتبقى حلوة يعني، ما تقلقيش. لازم القرفة طبعا، لان بتديها بجد طعم وريحة فظيعة، بتبقى زي بتاعة الافران بالظبط. زي ما انت شايفة طبعا، بصوا قلبت كده المكونات، بس هي المكونات كانت ناشفة قوي معايا. فطبعا انا عايزة، طبعا المقدار ده كنت انا عامله مقدار اقل، بس انا قلت لكم المقدار اللي هو اللي انا زودته بعد كده زودت ربع المقدار تاني، نص المقدار تاني. عشان كده قلت لكم على المقدار الاكبر شويه. المقدار ده هيعمل معاكم القرص بالظبط، ومش هيتبقى منها حاجه، ولا هتقفي على حاجه، ولا هيتبقى ولا هتقفي، هيكفيكي بالظبط على قد القرص المقدار اللي انا قلت لك عليه. جبت كده معلقه لبن كده وحطيتها عليها، عشان لقيت الايه ناشفه معايا قوي. قمت بس حطيت عليها معلقه لبن، بس هي مش طريه برضو قوي يعني، هي ماسكه برضو نفسها ناشفه. حتى انت هتشوفيها وانا بحطها في قلب العجينه. ومسكت بقى العجينه كده، فردتها فرد كده ايه، يعني فردتها شويه عشان ايه اعرف احشيها. زي ما انتم شايفين كده، خدت يعني ايه، دي معلقه صغيره قوي، خدت نص يعني معلقه من الخليط اللي احنا عملناه. زي ما انتم شايفين طبعا الخليط ده يعني ايه ماسك نفسه، مش هو سايب. يعني ما تيجي تعمليه اعمليه ماسك نفسه، ما تعملوش سايب. زي ما انت شايفه كده، هنقفل عليها كويس جدا. زي ما انت شايفه كده، هنقفل على العجينه كويس، بحيث الحاجه اللي احنا حطيناها جواها يعني الخلطه اللي احنا حطيناها ما تطلعش. معايا بقى ربع كوبايه من اللبن، وده سمسم محمص عادي، وتقومي بقى مدخليها جوه اللبن، وبعد كده تدخليها تغرزيها جوه السمسم. صينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه، ما تقلقيش ما بتلزقش. لو لزق بتلزق لزق بسيط قوي، بتقدري تشيليها بسهوله. زي ما انت شايفه كده، كان نص كوبايه بس الصراحه اتبقت يعني، وانا حاسه ربع كيلو كان حلو قوي، قصدي ربع كوبايه لبن كان حلو، لاني خدت نص كوبايه اتبقى منها كتير. زي ما انت شايفه كده، وخدت ايه تاجي نص برضو ايه، نص معلقه صغيره من الحشوه اللي احنا عاملينها. وتقومي لما كده عليها، تقومي مقفله كده عليها كويس جدا، بحيث تدخلي الحشوه كلها جوه، ما تخرجش منك ولا تفك منك وهي بتستوي. زي ما انت شايفه كده، هي سهله وبسيطه خالص وما فيهاش اي صعوبه يعني. بجد جربيها، بجد حلوه قوي، هتدعيلي بجد. بجد لذيذه جدا وحلوه وطعمه، وريحتها وطعمها، هي كل حاجه فيها حلوه بصراحه. تسلم طبعا ايديكم مقدما يا اماراتي حلوين. تعالوا برضو نعصها في اللبن تاني. نقوم ايه ندخلنا كده غرزنا كده غملينها في اللبن، بس مش كلها يعني، اللي هو الوش اللي احنا هنحط عليه السمسم، بس مش هنحطها كلها. اللي هو الواجهه بس اللي في الوش هنحطها في اللبن، وبعد كده نحطها في السمسم. ده سمسم محمص عادي.
يعني السمسم قد ايه؟ انا جايبه ب10 سمسم محمص من عند العطار، يا اما كوبايه سمسم محمص تحطيها جنبك عشان ما شاء الله بياخد سمسم. زي ما انتوا شايفين طبعا عملت الكميه كلها، يا اما تحطيها على الرخامه وتغطيها بصينيه زي ما انت شفتي كده وبطانيه تقيله، يا اما تحطيها في الفرن من غير ما تغطيها عادي. زي انا طبعا حطيتها في الفرن، بعد كده لقيت الصراحه التغطيه مش عاجباني فحطيتها في الفرن كده لمده نص ساعه لما خمرت، وبعد كده شغلت الفرن. بس معلش يعني والتصوير ما جاش وانا بعملها يعني، بس بولع عليها الشوايه. زي ما انتم شايفين طبعا دخلتها الفرن، طبعا لما استوت من يعني بصوا عرفت ازاي اللي هي استوت من تحت. انا ما رفعتش بصراحه الميني بيتزا الميني قرصه، مسكت طبعا دوست على القرصه لقيتها نشفت من فوق، فعرفت كده اللي هي ايه اتحمرت من تحت، فقمت طفيت عليها الفرن من تحت، وبعد كده ولعت عليها الشوايه. طبعا هي ما بتاخدش نص ساعه في الفرن بتكون ايه مستويه. انت طبعا لو عندك فرن يعني بتشتغل من فوق ومن تحت وفي مروحه طبعا يبقى حلو قوي، هيستوي معاكي بسرعه. هتشغلي الفرن من فوق ومن تحت على درجه حراره 200 على الرف اللي قبل الاوسط، وهتسيبيها طبعا هتستوي معاكي. اما انا عشان عندي الفرن بيشتغل من تحت بس ومن فوق بس، فقمت شغلته من تحت الاول واستوت من تحت، بعد كده ولعت عليها الشوايه. وطبعا زي ما انتم شايفين طبعا غطيتها بكيس، اول ما طلعت من الفرن غطيتها بكيس فردته عليها كده وغطيتها بحاجتين تقال، يعني ده انا قفلت معاكم غطيتها بحاجه تقيله كمان، فقعدت نص ساعه طريت جدا جدا جدا. وطبعا بتولعي بعد كده عليها الشوايه. زي ما انتم شايفين كده هي سهله وبسيطه خالص وما فيهاش اي صعوبه، وتسويتها سهله جدا. زي ما قلت لكم التسويه بتاعتها سهله، سوي بنفس الطريقه دي بجد هتاخدي احلى احلى قرص في الدنيا. بس اهم حاجه بعد ما تستوي لازم تغطيها بالكيس لمده نص ساعه عشان تاخدي تسويه مظبوطه، عشان ما تبقاش ناشفه معاكي، هي تبقى طالعه من الفرن ناشفه. بتغطيها بالكيسه بتعرق مع القماشه حتتين كده تقال، ما شاء الله هتعرق جدا.